بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا جماهير وأعضاء النادي الأهلي، في البداية أحب بس أن أنا أقول لحضراتكم أن النادي الأهلي عنده ثوابت. من ثوابت النادي الأهلي عدم الظهور الإعلامي الكتير لأي رئيس نادي. من 1907 مش هتلاقي رئيس نادي، بس طبعا الإعلام كان قليل زمان، يعني مش هتلاقي رئيس نادي بيطلع إلا مرة كل سنة، 3-4 مرات في الدورة كلها تقريبا، يعني ده إذا ظهر يعني. ولكن المرة دي كان لازم ان احنا نطلع نتكلم مع حضراتكم، لأن ده حقكم علينا، وفي نفس الوقت لتوضيح بعض الأمور اللي مصاحبة شوية بعض أو يعني الإخفاق الأخير اللي بيحدث يعني. ليه برضو؟ لأن حضراتكم الداعم الأول والرئيسي لكل منظومة النادي الأهلي. انتوا السند وانتوا الظهر، انتوا في الأوقات الحلوة متواجدين ومفرحانين وبتفرحونا كتير معاكم، وفي الأوقات الصعبة انتوا أول ناس مساندين. عشان كده أنا مش لاقي كلام أقدر أعبر بيه عن اللي جوايا لجماهير النادي الأهلي، وأنا بالذات حتى في زعل الناس حاسس بدعمهم، وحاسس بدعمهم اللي يعني الغير مسبوق. عشان كده ده بيحملني مسؤولية أكبر، أنا ومجلس الإدارة، مش أنا بس. من فضل الله سبحانه وتعالى إنه أعطى للنادي الأهلي جماهير عظيمة جدا، جماهير عظيمة في انتمائها، وجماهير عظيمة في إخلاصها، وجماهير عظيمة حتى في إظهار حزنها وزعلها. حق بقى الجمهور العظيم ده إن احنا لازم نطلع نتكلم ونحاول إن احنا أولا لتقديرنا لحضراتكم، وتقديرنا لكل شيء بتقدموه لناديكم، وكمان ده واجبنا تجاه النادي وتجاهكم إن احنا نعترف بأي تقصير أو بالتقصير إذا كان هناك تقصير، وهو فيه تقصير، وكمان نسارع في الإصلاح. إن الناس اللي بتشتغل بجد ممكن تخطئ وممكن تغلط، ده مش عيب، لكن العيب إن احنا نستمر في ده، والعيب إن احنا ما نشوفش الغلط. احنا شايفينه وعارفينه، وعارفين ازاي بإذن الله وبتوفيق الله ازاي يتعالج هذا الخطأ. بس الدعم حضراتكم هو الداعم لكل كلمة هقولها النهارده. وكمان قبل ما نكون مسؤولين، احنا من جمهور الاهلي. يعني انا مش عايز اقول لكم واحنا صغيرين نلعب لسه في الشارع، يعني كويس، الحاجه الوحيده اللي كانت تبكيني وانا طفل صغير لو الاهلي اخفق او خسر، ده الامر الوحيد اللي ممكن يبكيني. عشان كده انا حاسس جدا جدا بزعل الناس، وحاسس جدا جدا بقلقهم. من هنا زي ما قلت احنا زعلنا مثلا بيبقى اكتر شويه لان احنا مسؤولين. اولا مسؤولين، وهنسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى عن كل لحظه قضيناها، اشتغلنا ولا ما اشتغلناش. هنسأل قدام ضمايرنا لما نبص نفسنا في المرايه كده، انت بتأدي الواجب اللي عليك ولا لا. وهنسأل من قدام جمهورنا. وزي كمان في وقت السعادة وفي وقت الفرحة وفي وقت الانتصارات اللي هي الحمد لله كتيرة، في وقتها انتوا بتبقوا فرحانين بنا زيادة. فلما تيجوا كمان بقى في اي اخفاق يحصل، يكون في عتاب، يكون في لوم، احنا لازم نستحمل ده. ما احنا فرحنا بيكم او فرحتونا بيكم وبمشاعركم، طب وبعدين لما يكون في اخفاق انتوا، يكون في لوم، يكون في حزن، يكون في زعل، يجب ان احنا نتحمله، لان هو ده الحياه الطبيعيه. ودي برضو من ضمن مسؤولياتنا تجاه نادينا وتجاه حضراتكم. بس انا قبل ما اتكلم في يعني ظهوري النهارده مع حضراتكم، قبل ما اتكلم في اهم النقاط اللي انا عايز اتكلم فيها النهارده، في عندي كذا نقطه الحقيقه، بس اهمها هو الفريق الاول لكره القدم. قبل ما اتكلم على الفريق وما حدث خلال ال3 شهور اللي فاتوا دولت، عايز اتكلم على ارجع بالذاكره بس شويه لورا.
لما تولينا مسؤوليه كنا برضو في وسط الموسم، وكنا بنفكر ازاي نعد فريق، مفيش بقى قيد اللي هو قيد الوقت، القيد يعني بتاع اللاعبين، ازاي نحضر فريق وازاي نعد فريق للمستقبل. فريق يكون عنده من القدرات الفنيه، او لاعبين عندها من القدرات الفنيه وعندها من القدرات الشخصيه انها تعيد للنادي الاهلي البطوله الاغلى على مستوى العالم، قاره افريقيا وعلى مستوى العالم، اللي هي بتحطك في مصاف الانديه العالميه الكبيره جدا. بطوله افريقيا غابت عننا تقريبا 7 سنوات، فازاي نحضر لده؟ طبعا الاول بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، بالدعم اللي حصل، وبفضل الله يعني دعمنا فريق الحمد لله بشكل كويس. اخر 6 سنين الاهلي بيصل ل5 نهائيات، 5 نهائي في البطوله الافريقيه. مين في اوروبا وصل ل5 نهائيات ورا بعض، او مش ورا بعض، في خلال 6 سنين؟ مين في افريقيا غير الاهلي؟ بس 5 نهائي افريقيا او 5 نهائي افريقيا بتكسب منهم 2. في بعض البطولات برضو انتوا لو فاكرينها وتسترجعوا راحت لظروف معينه، منها اخر بطوله راحت ازاي كلكم عارفين ظروفها. لكن انك تاخد بطولتين ورا بعض من ال5 بطولات او من ال5 نهائيات اللي انت وصلت لها، امر اعتقد انه امر يليق بالنادي الاهلي ان يصل العدد ده من النهائيات، وفي نفس الوقت انه يحقق بطولتين ويفقد الحلم التاريخي بالنسبه لنا كانت البطوله الثالثه. نفقدها ازاي؟ وازاي كمان البطوله دي تروح للاسف بمساعده ناس من مصر عن هذا الامر؟ ده امر غريب شويه، ولكن خلاص اللي حصل. مع ذلك بقى نرجع لل4 سنين اللي فاتوا. ال4 سنين اللي فاتوا بتوفيق الله سبحانه وتعالى احنا حققنا، او النادي الاهلي حقق 12 بطوله. 12 بطوله. لو انت برضو جبت فريق في 4 سنين يحقق 12 بطوله ما بين محليه وقاريه وعالميه، كاس العالم للانديه، اعتقد هيبقى الاهلي في مقدمه كل الانديه العالميه. مش هتكلم على المصريه او العربيه او الافريقيه، لا، العالميه. وده اللي يخليكم تفخروا بناديكم، وما تخليش حد يشكك او يشكككم في ناديكم وفي ولادكم وفي تاريخكم وفي مستقبلكم اللي جاي، اللي هم في ناس بتحاول تهد ده وفي ناس بتشتغل عشان تهد ده. لازم ناخد بالنا. لو بنتكلم على البطولات دي، النادي الاهلي الحمد لله حقق 3 دوري متصلين. النادي الاهلي الحمد لله حقق كاس مصر، حقق 2 سوبر مصري. النادي الاهلي 2 افريقيا، بطولة افريقيا لابطال الدوري، البطولة الاكبر. النادي الاهلي حقق 2 سوبر افريقي. النادي الاهلي حقق 2 برونزية كاس العالم. ده كرم كبير جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى. هنا برضو نقطة مهمة، اثناء البطولات دي، وبطولة كاس العالم الاخير اللي الحمد لله النادي الاهلي برضو حقق فيه للمرة الثانية على التوالي المركز الثالث، كان في نفس التوقيت منتخب مصر بيلعب في افريقيا. معظم لعيبة الاهلي موجودة، وانا حكيت الكلام ده قبل كده. لكن لعبتنا مش هتروح معانا، مش هتبتدي معانا البطولة. اول مباراة ما حدش ابتدى معانا عشان افريقيا. تاني مباراة في 2 ولا حاجة احتاجنا لهم. ثالث مباراة الحمد لله ولادنا لعبوا. لكن لما تعارضت الظروف او المواعيد ما بين منتخب مصر والنادي الاهلي، منتخب مصر الاول، كلنا طلعنا وقلنا الكلام ده. لا، منتخب مصر الاول قبل الاهلي، ومصر قبلنا كلنا. هنا دور الاهلي في انه يدعم منتخبات بلده، دور الاهلي انه ما يعترضش، انه يبقى يمثل البلد. دور الاهلي الوطني ان هو يساهم بجد في مع البلد، ومتمثله طبعا في كرة القدم. هنا انا بقول دور الوطنية. الوطنية مش كلام، الوطنية وحب الوطن هي افعال، لكن مش كلام وطنطنة. لا،
النادي الاهلي مختلف. عشان كده يمكن عايز اتكلم في اللعيبه دي اللي موجودين دلوقتي، اللي الناس كلها بتلومها، وده من حبهم. وانا قلت اللعيبه الكلام ده من حب الجمهور ليكوا بيلوموكوا، وانا كنت زيكم، كنت لاعب. من حب الجمهور ومن دعم الجمهور ليكم بيبقوا حزنين اكتر، لان هم عايزين لكم، شايفينكم افضل من كده بكتير. لكن يا جماعه برضو عايزين نفتكر مع بعض حاجه مهمه جدا. نفس اللعيبه دي من 3 شهور بس هم في نهائي افريقيا. نفس اللعيبه دي من فتره صغيره جدا، او تقريبا 4 شهور، انا مش متذكر طبعا يعني المواعيد بالظبط، ثالث كاس عالم للانديه باداء الناس كلها في العالم اتكلموا عليه. هم نفس اللعيبه. طب ايه اللي حصل؟ ماذا حدث؟ يعني ايه اللي حصل للعيبه دي اللي هم بس من 3 شهور الدنيا زي الورد، يعني زي الفل يعني؟ طب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل يمكن انا برضو بحكم تاريخي او بحكم خبرتي شويه، انت بتصل لقمه الهرم الكروي. قمه الهرم الكروي ده انك تلعب على بطوله عالميه. قمه الهرم الكروي ده انك تلعب نهائي افريقيا. ده القمه 5 سنين ورا بعض، 5 سنين، اخر 6 سنين تصل للنهائي. اللعيبه دي يعني ايه اللي حصل بقى؟ انك لما توصل لقمه الهرم ده ثم تنزل تاني عشان تلعب في مسابقات اقل شويه، لا الموضوع مختلف. احساس اللعيبه مختلف، ذهنيا مختلفين، بدنيا مضغوطين. انا هتكلم في الحاجات دي دلوقتي مع حضراتكم، مش بس عشان تبقى مبررات. انا في البدايه قلت لك في اخطاء، واحنا بنشتغل على الاخطاء دي، لكن برضو لازم احط قدام حضراتكم كل الامور بوضوح كامل. يعني عشان كده اخر 3 مواسم، يعني هو من ضمن الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها او فكرنا فيها او حللناها. الكلام ده مش دلوقتي، لا الكلام ده حللناها، وكنا متوقعين ان هيحصل هبوط في المستوى. متوقعين ده. ليه متوقعين دوت؟ هنحاول نشتغل عليه، بس انت في وسط الموسم برضه مش هتعرف تعمل حاجه غير ان هي تحاول يعني توجد معنويات افضل للولاد، تحاول انك انت تشدهم اكتر، تحاول ان هم تحطهم على التراك، تديهم يعني دوافع اكبر. لكن مع الحاجات اللي انا هقولها لحضراتكم دي في صعوبه ان يظهروا بالشكل دوت. علشان كده 3 مواسم متلاحمه ورا بعض، مفيش راحه للعيبه بتاعتنا دي. رقم قياسي وغير مسبوق في العالم لعدد مباريات اي لعيب في النادي الاهلي، اللي هم لعبوا كتير جدا واللي احنا اضطرينا نريحهم دلوقتي. عدد ساعات السفر اللي الاهلي وصل يعني عملها او خاضها او راحها، السفر ورحلات طويله جدا، لانك انت الوحيد اللي بتوصل بس نهائي افريقيا. انت اللي وصلت، اكتر واحد وصلت وورا بعض. فده طبيعي جدا انك انت يعني يستنزفوا الولاد دول،